النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين كانت عبرت بكل وضوح من ناحية عن رفضها للصورة غير المقبولة اللي تم نشرها في صحيفة التونسية، واعتبرت أن هذا خطأ مهني وفيه تجاوز لأخلاقيات المهنة الصحفية، لكنها في نفس الوقت أكدت أن هذا الخطأ لا يعالج في أروقة القضاء وعن طريق الملاحقات القضائية والإيقافات التعسفية وفتح الأبواب المحاكمات، وإنما يعالج في الإطار المهني البحث بين المنظمات المهنية، وهي أساسا النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجمعية التونسية لمديري الصحف ونقابة مديري المؤسسات الإعلامية. وبالتالي بقدر ما نرحب بإخلاء سبيل أو إطلاق سراح الزميلين الصحفيين لحبيب الجيجاني ومحمد الهادي، ومع مطالبتنا بغلق ملف هذه القضية ووقف التتبعات ضدهما، إلا أننا في نفس الوقت نعبر عن استنكارنا لإصدار بطاقة الإيداع في السجن ضد مدير هذه الصحيفة من منطلق نفس المبدأ الذي يحركنا، وهو أن قضايا النشر والإعلام لا تحل بواسطة الترهيب وبواسطة السجن وبواسطة العقوبات السالبة للحرية، بما من شأنه أنه يخلق مناخ معادي للحرية ومناخ اللي هو ينتشر فيه الخوف وتحتجب فيه الكلمة الحرة والمبادرة الحرة، وأنما يحل المشاكل هذه في الإطار المهني بما يطور الممارسة المهنية ويقيها من الانزلاقات. نحن في تونس ثم ثورة حصلت، قاعدين نبنيه في منظومة إعلامية جديدة حرة، والحرية بالنسبة لنا هي مسؤولية بعد ما عانت المنظومة هذه من التكديل في ظل الاستبداد طيلة عقود من الزمن. من الطبيعي جدا ونحن ننتقل من الإعلام الموجه والإعلام المسيطر عليه للإعلام الحر أن تقع أخطاء، لكن الأخطاء هذه يقع تصحيحها بشكل واعي في إطار الإصلاح من داخل نفس المؤسسة الإعلامية وضمن الأطر المهنية وليس عبر عصا السلطة.